السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم كاملين في القناه ومرحبا بالناس اللي كيزوروا قناتي اول مره. ما تنساونيش طبعا الاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. اليوم ان شاء الله مازالين مع وصفات الوليدات الكوتي ديالهم. مازالين كنحيروا كل نهار خصك توجدي لهم حاجه جديده، خصك تبدلي لهم. فقلت علاش لا اليوم ما نشاركش معكم هاد ميني حريشات بالشوفان. طبعا كنا كنعرفوا ان الشوفان شي حاجه اللي صحيه وزوينه بزاف مفيده للوليدات ديالنا، فعلاش لا ما نستغلوهاش يعني وندوزوها في كاع الوصفات ديالنا بطريقه اللي تكون زوينه وطبعا يعشقوها الوليدات. فهاد ميني حريشات راه كيجيو زوينين بزاف بزاف. تقدروا توجدوهم من الفطور ديالهم وكذلك يدوه معهم الكوتي. خليكم معايا ان شاء الله نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه غنحتاجوها المقادير: 2 كيسان ديال الشوفان، كاس ديال السميده البيضاء. انا هنايا كنفضل السميده البيضاء على الصفراء لان كتكون صحيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الصفراء ماشي مشكل. هنايا عندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، قبيصه د الملح، معلقه ديال سنيده، وواحد خماره حمراء. اذا هادو هما المكونات ساهلين وبساط. ندوزو على بركه الله الطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ شي بول، غنديروا السميده ديالنا، وهاد السميده راه متوفره بزاف. هاد السميده البيضاء غنديروا قبيصه ديال الملح، ونضيفوا واحد ديك الساشي ديال الخماره من فئه 8 غرام. كما قلت لكم مكونات ساهل وبساطين. غنضيفوا 4 كاس ديال زيت الزيتون، يعني نحاول نوفروا حاجه صحيه، ندخلوا كاع المكونات صحيين. هنا غادي ندخلوا معلقه ديال السكر. صافي غندمجوا هاد المكونات بحال اللي نبسبسوهم مزيان بيدينا، وعاد نضيفوا الشوفان. بالنسبه للشوفان هنا انا كما قلت لكم ضفت 2 كيسان. صافي غادي نخدموهم هكا بهذه الطريقه، ومن بعد عاد غادي نضيفوا الماء. الطريقه كما قلت لكم ساهله وبسيطه. هنا ضفت كاس ديال الماء كما كتشوفوا، وغادي نزيد شويه يعني ماشي بزاف. صافي هكا بهذه الطريقه، ما تكثروش الماء بزاف، يعني كاس راه كافي يكون تقريبا. غادي نغطيها ونخليها واحد ربع ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد حبيباتي ما غطيتها، يعني داز ديك ربع ساعه شرب داك الماء. هنا غادي ندير كويرات صغار وغادي نفندهم في الشوفان كذلك باش ما نخرجوش على الاطار اللي حنا غاديين فيه بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نحطهم تنشكلهم كاملين، نشكل هذا الخليط ديالي كامل بنفس الطريقه. غادي نبقى نفندهم، ندير كويرات على حسب القياس اللي انا عندي، وانا كما قلت لكم نفندهم في الشوفان. وناخذ مقله ثقيله اللي المهم تكون ما كتلصقش او كديروا فيها الحرشه. انا هذه كندير فيها الحرشه، وغندير هذا السيركل هكا بهذه الطريقه هذه. صافي ونضغط، يعني هذا السيركل هذا راه متوفر، كنظن دابا كيدير شي 5 دراهم يمكن، يعني متوفر. تقدروا ديروه، تقدروا ديروها حتى حاجه كبيره، ولكن نتوما عارفين ان الوليدات الصغار يعني بهذه الطريقه كيزعموا ياكلوا اكثر. صافي غادي نكمل نفس الطريقه، غنطيبها على الجوايه بجوج ونتلاقاو. هنا من بعد ما وجدت الحريشه ديالنا هانتوما كيفاش كتجي، صراحه زوينه بزاف، حتى المذاق ما نقول لكمش رائع. انا وليداتي يحمقوا عليها، غادي تعجب وليداتكم اكيد، متاكده منها، لان صراحه كتجي زوينه. ممكن ترافقوها بالشكلاط الزيت باش ما بغيتو، المهم كيبقى داكشي على حسب الرغبه. فنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وانا غادي نقسمها معكم باش تشوفوا يعني من الداخل كيفاش جات. هانتوما شفتوا صراحه زوينه بزاف. ما تنسوش تدعموني بلي لايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع العائله او الاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر واكثر باش ينتشر الفيديو اكثر واكثر، وطبعا بالفضل ديالكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم اللي دائما كيحفزوني باش دائما نحط لكم اكثر واكثر. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي وصفه جديده.